صباح الخير. صباح إن شاء الله معطر بذكر الله، صباح كله أمل إن شاء الله، صباح كله خير. يا رب هونها على أهلنا في غزة يا رب العالمين يا الله، واجبر عليهم يا رب جبرا يليق بعظمتك. هسه أنا صاحي بكير، سامعين صوت العصافير ما شاء الله في كل مكان. بدي أطلع في عندي درس دين، الحمد لله الحمد لله رب العالمين مع جارتي، لأن أيام الدوام ما بقدر أطلع بالسيارة عشان أولادي بأخذوا السيارة. الله يرضى عليهم يا رب، ييسر أمورهم. وقلت أصوركم هذا الفيديو وتسمع صوت العصافير ما شاء الله ما شاء الله. أنا بنتظر فيها هنا على الباب لأنها لسه ما إجت. شايفين ما شاء الله كل الزرع مفتح ما شاء الله ما شاء الله. اليوم عندنا دور المي، اليوم راح أسقي الزراريع بإذن الله. وجيراننا اللي بيشتغلوا وقفوا حفر الحمد لله، خلصوا الله يبارك لهم. خلص البناء العادي ما بخلب ولا في أصوات. كان مزعجنا كثير صوت الحفر ونقل المواد وكوموهن عنا. الله يبارك لهم. شايفين الجوري ما شاء الله قديش مفتح، كله مفتح. مستحونة عليه نفسي أعمل منهم أعطيهم منه، بس لعله خير إن شاء الله لعله خير. شايفين هاي ما أحلاها، هاي من العصاريات أنا عاملاها. يعني مثلا بجيب الوحدة بقطعها من الوسط. شايفين كيف بتعمل؟ شايفين؟ بورجيكم اليوم إن شاء الله. شايفين عاملة زي بوكيه ما شاء الله ما شاء الله. الصبح بدهم يوصلوا أولادهم ويطلعوا على الشغل، الله يبارك لهم يا رب الله يبارك لهم. هي من هي من مارغريتا، هي بلشت ما شاء الله تطلع. هيها أنا قصيت كل اللي ناشف فيها. بتنزل كثير على الأرض، تنزل كثير على الأرض، بس ما شاء الله ريحة البيت كله من برا، كله ريحته ما شاء الله مرتب كثير. أنا عندي الجلسة هذه مغطيتها كلها لأنه من غبرة الشغل اللي جنبنا، الله يبارك لهم. شايفين محل الخبيزة فيها مجموعة ألوان كثير حلوة. أنا قصيت المرقريت وطلاحين. هذا المرقريت اللي زرعته آخر مرة قصيت وجهه كله، راح يطلع إن شاء الله بإذن الله تعالى. هذا النبات اللي طالع اسمه الساعة الرابعة أو الشب الظريف، بطلع ورد كثير حلو، منزل كثير بذور، وهي منتشرة في الحديقة. هذا الحديقة العلوية. أنا بستنى في جارتي هنا. الجور الأبيض. أنا الجوري اللون الفوش كثير حلو، في بترات كثير مليان الشجر عندي. هناك الجوري اللون الأحمر، مش الخمري الأحمر بس حلو كثير. اليوم المي جاية عنا بسم الله ما شاء الله.
هذا نبات المرجان، لما جا المزارع عنا قصوا لي من قدام ومن على الجناب، يعني مشان يصير مش شجرة، يصير زي السياج. ما شاء الله نطلع نقصه ان شاء الله. والسرب الامامي كمان قصوا لي، عمل فيه شكل، بس بلش يطلع ما شاء الله اشي جديد. بده يعبي الاماكن الفاضية، بس يجي المزارع ان شاء الله راح نخليه يقصه كمان مرة. هذا القص هذا كمان مرة ان شاء الله. طبعا هذا الشاب الظريف او الساعة الرابعة بحب المي، بحب المي كثير مثل المرقريت. بس انا زارع مع جنبه اللي هو شايفين المجنونة صغيرة كانت، هيها بلشت تكبر. طبعا المجنونة ما بتحب المي، بحاول ارش عليها نرش المجنونة، لانه اذا تعطيش ومع شمس ما شاء الله بكون عندها كثافة في الورد. هذا من العصاريات. في من المتابعين بتحكي لي انه عارفين على نبات من العصاريات. عندي كثير انواع بس والله مش عارفة اسمائها، مش كل اشي بعرف اسمه. وهذا برضه من العصاريات كثير حلو ومرتب. هذا بطلع ورد لون اصفر كثير حلو، قصيته كله على بداية الربيع. هذا هو نبات الثلج، بس طلع كيف كله طفى. عندي في القواوير هنا الشاكرية، هذه لون وردها حلو. هنا الخبيزة، هنا قدر الندى، هنا الشاكرية برضو كمان لونها حلو. زرعت معها الخبيزة المدادة. أنا زرعت معاها اللي هو المرقريت الأبيض والأصفر، وردة حلوة. أي شي بشوفه مطفي لازم إننا نجيبه عشان ما نرهق النبات. مع قطر الندى، وهي من العصاريات. هذا كثير حلو من العصاريات. بشوف فيديوهات على الانستغرام بيعملوا فيهن اشكال اشي بتجنن. هذا اليونيوم لونين، الحمراء والخضراء. هذه اكثر ازدهارها في فصل الشتاء، فتح مظبوط فصل الشتاء. هذه عندي المرقريت الحمراء برضو، هي بدها تطلع ورد جديد. كل المطفي هذا لازم نجيبه، هذه محلاها. أنا عندي المجنونة ما أحلاها، كثير حلوة. بظل تطلع ورد بغزارة، بس بدها شمس ونعطشها مظبوط. هذا المرقريت بيحكوا عنه أقحوان. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عندي حوض نعناع كبير. اليوم دور المي سقينا كل الزراريع. رح ننزل القواوير اللي فوق وأقيم كل الورد اللي طفى. امبارح رشينا الشجر كله، ابني وصاحبه رشوهن رش فطري وحشري.
يعني لازم يرتش موسم اللي هو الشجر لازم يرتش من 3 ل4 مرات، لأنه بنتشر المن كثير، هو اللي بخرب الفواكه. احنا السنة الماضية اعتمدنا على المزارع وكنا نجيب له رش، بيقول رشيت ما كنا نراقبه ولا نتابعه. الله يسامحه، كله خرب، كل الموسم خرب عنا. شايفين ما شاء الله، هذه كثير مرتبة. هي لازم اطلع كل اشي ميت مشان اسمح لاشياء جديدة تطلع. ما نزلت المقص معي، لازم كل هذا اللي طالع من الشجرة ينقص، كله لازم ينقص. هذه طعمناها على مشمش وبرقوق كبير، هذا للأغصان، مشمش وبرقوق، وهاي البرقوق اللي كان قديم فيه. إن شاء الله يبارك لنا يا رب، يعطي كل مشتهي يا رب. أو رشوا لنا العنب كله، لأنه السنة الماضية ما أكلنا من العنب، كله خرب، كله صار فيه دود وصار أسود كامل. هذه شجرة عناب ما شاء الله بتجنن، مطلعة كلها ما شاء الله، كانت كلها مليانة زهر، بس طبعا جانا الأيام اللي فاتت كله هوا شديد. إن شاء الله إنه إشي عقد قبل ما يروح مع الهوا، إن شاء الله الليل النصيب فيه بناكله. كان وردها كثير مرتب. عندي هنا خبيزة، عندي الشوفراليه، وعندي الأيونيوم. أيوة اللي بطفي لازم نجيبه. هوا شديد. هذا هو كنافة الصحراء، في أكثر من فيديو حكيت لكم عنه. بيعمل عمل النجيل طبعا، بس هو أفضل من النجيل كثير. النجيل بترك جذر قوي في الأرض، هذا لا، ما بترك جذر قوي. الفيديو اللي قبل هذا جولة في المشتل، سألت صاحب المشتل قال لي عن اسمه، بس والله ما ميزت فيه المصدر. اللي حاب يشوف فيديو المشتل جولة في المشاتل، سألت أول مشتل قال والله مش عارف، المشتل الثاني عارف. يعني بتقدروا تحطوه زي ما أنا عاملها، زي غطاء بصير على كل النبات، على كل الجوار، ما ببين فيه التراب، وبيعطي منظر جمالي كثير حلو. هاي شايفين هذا منظره كثير حلو.